الكورة هنا مش مجرد لعبة، دي شغف بيتعاش كل يوم وتعب بيترجم لخطوات لقدام وحلم بيكبر مع كل تمرينة وكل لمسة كورة. جوه أكاديمية نجوم المأمور هتلاقي ناس داخلة الملعب وهي عندها حاجة واحدة بس في دماغها، إنها تبقى أحسن. مساء الخير، اهلا بيكم معايا. تعودتوا عليا طبعا في الاستوديو. النهارده حلقه مختلفه تماما من اكاديميه المأمور، بيحتوي الاولاد ويصنع منهم نجوم، يعمل كيمياء حلوه بينهم. هو كسر كل الحواجز، شفت فيه برشلونه وميسي، كابتن محمد المأمور. فيلا بينا نشوف مع كابتن محمد. ازيك يا كابتن؟ الحمد لله بخير. قول لي بقى، الفكره جت منين؟ يعني الفكره بدات ان انا اول ما خلاص يعني بطلت الكوره وقلت ان انا خلاص مش عايز ان انا العب تاني، بس انا بحب المجال بتاع الرياضه فما رضيتش ان انا ابعد عنه او ان انا اتجه لاي طريق تاني، فقلت ان انا خلاص هعمل اكاديميه. بدات طبعا اول حاجه ان انا خدت الرخصه التدريبيه، وبعد كده اللي هي الدوره الاساسيه خدتها وبقى معايا الرخصه. بعد كده بدات ان انا اعمل الاكاديميه. البدايه كانت في مركز شباب القلعه، ده كانت البدايه هناك. برضو بصراحه يعني المسؤولين هناك ما اثرش معايا في حاجه لما طلبت الملعب. وبعد كده بقى بدات الفكره تكبر بقى كل شويه بتطوير اللعيبه اللي كانت بتطلع للانديه. بعد كده بدات واحده واحده. مركز شباب القلعه كان يعني هيتهد وهيتبني مكانه حاجات، فجيت بقى هنا الملعب في شارع المدارس. صراحه اتواصلت بقى مع عبد الماضي واستاذ محمد درويش، ما حدش اثر معايا في حاجه، وجيت وعملت الاكاديميه، ومن هنا بقى كانت البدايه. كنت بتلعب كوره؟ اكيد طبعا. ممكن نعرف النادي اللي كنت بتلعب فيه؟ لما بدات كان مع كابتن جمال محمد، الاب الروحي ليا في الكوره ده بعيدا عن اي شيء. فبدات معاه واحده واحده. بعد كده ربنا كرمني، لعبت في مركز شباب الويلي، وبعد كده لعبت في نادي السكه، وبعد كده وادي دجله. دي كانت الاخر ليا ده في فتره الناشئين والبراعم. لكن لما بقى في برضه سنه او موسمين لعبتهم مع مركز شباب منشيه ناصر، كابتن محمد عامر، كابتن منتصر، برضه اخواتي الكبار، كابتن ياسر شرف، كابتن احمد فتحي. دول بقى اللي يعني ايه، بعد ما انا كنت مبطل اساسا عملوا فريق درجه رابعه، فريق اول. فكلموا معايا ان انا ارجع واشارك مع المركز. طبعا وافقت على طول ان انا ما اقدرش اتاخر، ان برضو المركز كان ليه خير عليا في حاجات كتير. ان انا برضو لما اتجهت للتدريب وبره الاكاديميه، كان فرق الدوري برضو اللي انا اشتغلت فيها كانت في مركز شباب منشيه ناصر. ملاحظة في الشباب عندك الانتماء، وده علشان هو عندك. الاولاد عندي قبل ما بعلمهم كوره بعلمهم ان هم يحبوا الكوره. لازم ان انا العيل عندي يبقى مبسوط. في الاول وفي الاخر هو صغير او طفل، فاللي هو اهم حاجه ان انا مش عايز احط عليه ضغط، او مش عايز ان انا احطه في بريس اللي هو لازم اكسب، لازم تعمل كذا. لا، لازم اول حاجه ان انا احببه في الكوره الاول. حتى لو هو جاي لي بيحبها، بس جاي لي بيحبها متوسط، خلينا انا بيحبها جامد عشان خاطر يستقبل مني بعد كده اي معلومه. زائد ان انا حنين مع لعيبتي، مش اللي هو بقسى عليهم او باجي عليهم في حاجات، او ان انا بتعامل ما بيني وبينهم كمادي او مصالح والكلام ده. لا، انا بيني وبينهم الملعب، المعزه، الحب. حتى خروجاتنا تلاقيها مع بعض، بنتقابل، بنروح بقعدتهم مع بعض. حلو قوي. بتلاقيهم هم اصلا اول ما ممكن يقعدوا معايا اكتر ما بيقعدوا في البيت. انت بتعمل حاجة مش بنشوفها في الأندية كبيرة كتير، كيمياء حلوة، بتعرف تخليهم يبقوا عيلة واحدة مترابطة. فكرة ان بحتوي الولاد من الشارع مش موجودة، وان كمان في شباب سافرت المكسيك، فيهم ناس مسيحية. في مصر الكورة شوية فيها تعصب، اللي هو الفكر اللي هو بتاع ما فيش مسيحي بيلعب كوره وكده. هو يعني التعامل مع اللعيبه بالنسبه لي، كل لعيب بيبقى عنده تعامل خاص. ما ينفعش ان انا اتعامل نفس المعامله مع كل اللعيبه. في لعيبه بتيجي بالاحتواء، لازم تتكلمي معاها وتهديها وتحببيها في الحاجه اللي انت عايزه توصلها لها. في لعيبه تانية لازم ان هي ايه، تتشد عليها شويه، لازم تعصبيها وتشد عليها شويه عشان خاطر تستقبل منك المعلومه، لان هي خلاص هي بتفهم بالحته دي. في لعيبه بقى بالكلمه بقى، بالنظره كمان، مش بالكلمه، مش محتاجه ان انت ولا تتكلمي معاها بالراحه ولا بالعصبيه. هو بالنظره بس كده بتلاقيه هو ايه، خلاص عرف ان انا ايه مثلا بعمل حاجه، فخلاص اعدل للصح. مع موضوع المكسيك بتوع كاس العالم، بقول لهم الف مبروك وهارد لك في نفس الوقت. يعني هم الانجاز ان هم خدوا ثالث عالم دوت، انا ما كنتش بصراحه يعني متوقع ان هم يوصلوا له. احنا كنا عايزين البطوله لان هم يعني ايه اهدافهم كانت كبيره بصراحه. برده المنظومه اللي كانت شغاله معاهم كانت منظومه كويسه جدا، فبرده ايه يعني كان الاهداف اكبر من كده بكتير. بس طبعا الحمد لله ان هم اول مشاركه بياخدوا مركز ثالث على مستوى العالم، دي حاجه كبيره جدا. كفايه عليا ان هم لما اتكلموا برده ما نكروش الفضل، وده اللي باخده من التدريب. يعني انا الحسبه عندي مش حسبه فلوس على قد ما انا حسبه ان انا بربي، او ان انا بكبر الولد، ببقى في حنيه، ببقى في حب بيني وبينه. كفايه عندي ان هو بعد كده لما ربنا بيكرمه في اي حاجه، اي حد من الاولاد ما بينكرش اللي هو ايه الفضل بتاعه. يقول لك يعني لما بيجي اي لقاء سؤال في اي حاجه، يقول لك الفضل يرجع للكابتن محمد المأمور. الواحد ربنا بيكرمه وبيعوضه بحب الاطفال ليه وبحب لعيبته ليه عن حاجات كتير قوي. انا في الكوره قابلت صعوبات في البدايه. يعني في اللي كان بيقول ده لسه سنه صغير ان هو ازاي يبقى مدرب، وفي اللي كان بيقول ما ينفعش ان هو يدرب ويفهم ايه في التدريب، وحاجات كتير قوي انا قابلتها.
عملتها وانا في بدايه طريقي. والحمد لله طبعا نسبه المشككين في نجاحي زمان كانت كبيره قوي، بس دلوقتي بقوا كلهم صحابي وكويسين معايا وبيحبوني. ليه؟ لما عرفوا ان انا عديت بكل المحن دي. بس الصراحه رقم واحد ان هو يساعدني ان انا اقف على رجليا واعدي من المحن دي كلها طبعا والدتي واخواتي في البيت، واحمد اخويا طبعا ده شال حمل كبير من عليا. يعني انا والدي توفى من قبل اصلا ما اخش مدرسه، كان هو بيقدمني في اولى ابتدائي وتوفى، اللي هو كانت برضو حاجه صعبه بالنسبه لي. بعد كده كملت في الكوره وان انا اقدم نجاحات، الحمد لله يرجع الفضل رقم واحد لاحمد اخويا. هو قال لي زي ما انت ناجح في الكوره كمل فيها زي ما انت، مالكش دعوه بمسؤوليه البيت، مالكش دعوه بمسؤوليه اخواتك، مالكش دعوه باي حاجه، انا هقوم بالكلام ده كله وانت كمل في حلمك وفي هدفك اللي انت عايز تحققه وتعمله. لو هشكر حد بعد ربنا هيبقى احمد اخويا ووالدتي، تعبت معانا كلنا وكانت بتساعدني في كل حاجه وبتقف معايا في كل حاجه وعمرها ما قصرت معايا في اي حاجه. لما ربنا كرمني بالتحكيم وبقى ليا اسمي وفي التدريب وبقى ليا اسمي والقيمه والقامه بتاعتي، عمري ما اقدر ان انا انكر فضلهم وخيرهم عليا. قلت التحكيم، كنا من التحكيم. هو فكره التحكيم بصراحه ما كانتش فكرتي، بس في يعني اخواتي الكبار في المجال، يعني كابتن احمد فتحي وكابتن ياسر شرف وكابتن هيثم مصطفى، في كذا حد من المدربين الكبار اخواتي طبعا انا بعزهم، هو اللي رشح لي ان انا اخش مجال التحكيم. كلموا معايا التحكيم هيفتح قريب، طبعا كابتن محمد رشاد، كابتن عز عشان برضه وقفوا معايا في حاجات كتير، وكابتن عاطف كلموا معايا خش في مجال التحكيم، انت كويس وبتفهم في القانون وموهبتك كويس. فانا كان سني صغير لسه، فقدمت ساعتها في الورق وخدت الكورسات ودرست، وبعد كده امتحنت والحمد لله. بعد كده خلصنا من الامتحان العملي وبعد كده دخلنا بقى على الشفوي، وبرده الحمد لله عديت منه امتحان بقى اللياقه، وبدات بقى ان انا امشي على طريق التحكيم. برده بصراحه يعني ما ساعدني كتير كابتن خليل، ربنا يديله الصحه طبعا ويطولنا في عمره، ده استاذنا واخونا الكبير، والكابتن عز برده نفس الشيء، هم برده وقفوا معانا كلنا، يعني كلنا بالنسبه لهم اولادهم، ما بيأثروش معانا في اي حاجه بنطلبها منهم. كابتن احمد ابو رجيله، مش عايز انسى حد برده. مجال التحكيم جميل، اتعلمت منه حاجات كتير، ان انا ازاي اكون اسره. احنا كل ماتش بنبقى حكام غير الحكام، فاحنا لما بنقابل بعض بنبقى كويسين مع بعض، علاقتنا كويسه، مفيش اي حكم بتلاقيه مثلا ايه اللي هو بيغيرها من الحكم الثاني. بصراحه الكابتن خليل والكابتن عز والكابتن ابو رجيله عاملين روح كويسه ما بيننا، ده برضه انا بتعلمه منهم ان انا بقدمه للاولاد. لو طفل او حد من الناشئين عنده تنشن، عنده غرور شويه، بتتعامل معاه ازاي؟ من اولها ما عنديش يعني الحمد لله، بس لما بيبقى فيها لعيبه عندي، عشان وارد ان انت قبل لعيب يبقى عنده النقطه ديت، لا انا بتكلم معاه بيني وبينه، الحته دي ما ينفعش. احنا في الاول وفي الاخر كلنا فرقه واحده، لما هنكسب مش هيقولوا فلان اللي كسب، الفرقه اللي كسبت. فانت لعيب كويس قوي ولعيب جميل وعندك مستقبل كويس، بس عايز تعمل ايه بقى؟ العب مع زمايلي يبقى الشكل احسن، بعد ان انا اجيبها له بطرق ثانيه، بس اهم حاجه انا عايز اوصل له في الاول وفي الاخر ابعد عن الغرور، اتعاون مع الفريق، لان احنا فريق تعاوني. والعيل اول ما بيخش او الطفل اول ما بيخش من عندي من اول يوم بتلاقي في ترحيب، بيبقى واقفين كده صفين المجموعه كلها. فانت لما تبقى لسه اول يوم على مجموعه على فرقه وعلى حياه جديده، وتلاقي ان في حب وفي ترحيب بيكي وفي تعاون، انت من نفسك من الاول كده بتبقى مستريحه وبتبقى خلاص حبيتي المكان، وتبداي بقى اللي انت تتاقلمي على النظام. الشباب اللي سافروا المكسيك هو بره يعني في اختلاف عقليه عن هنا برضو الولد بيطلع البيئه اللي حواليه على قد ما تقدر ما بتساعدوش. العقليه ما بين اللعيب المصري واللعيب الاوروبي بتبقى مختلفه، اللعيب الاوروبي بتبقى متهيئ له كل حاجه، عكس اللعيب المصري يبقى هو اللي لازم يهيئ لنفسه كل حاجه، ودي بتبقى صعب. ان انا بحط اللعيب او الطفل في ضغط من اول ما يبدا، ان هو عايز هدف لنفسه بيبدا يتحط في ضغط، شغل، دراسه، امتحانات، مشاكل اسريه اكيد بتقابل، كل الحاجات دي تبقى مع اللعيب بس، فهيقاوم كل ده ازاي؟ فهنا لو ما فيش بقى مدرب او اب او ام بيحتوي كده، لعيب فشل مهما كانت موهبته. هي الفكره بدات من ناحيه جمعيه حماة البيئه، عاملين عندهم ندوه كده لاكاديميه اسباير والشيبسي، بيعملوا بطوله بينقوا منها المواهب عن الاولاد. كلموني كابتن ينفع ان احنا نشارك؟ قلت لهم ما فيش مشكله، ماشي روحوا وشوفوا الوضع وجربوا. وطبعا كان معاهم طبعا الكابتن بسنت، وبصراحه من ضمن المدربين برده كويسين جدا، راحوا هناك ونزلوا في وسط الاختبارات وصفوا هو معاهم مع الاولاد، وبدات بقى من هنا الفكره. يعني هي الاساس كان من عندي، عملوا معسكر بالاولاد وكملوا معاهم، مع التدريب بقى الاولاد بقت بتتطور، هو بيعجب المدرب اكتر لغايه ما استقروا عليهم، جهزوا الجواز السفر والحاجه، والحمد لله سافروا وشرفونا، شرفوا مصر كلها الحمد لله. النجوم الأكاديمية اللي سافروا المكسيك هنتعرف عليهم، اسمك ايه؟ أنا اسمي كرولوس نبيل. وسنك قد ايه؟ عندي 17 سنة. ازاي سافرت المكسيك؟ أنا الحمد لله بدأت ألعب كرة من وأنا عندي 13 سنة، فأول ما بدأت إن أنا عايز إن أنا أروح مكان أتمرن فيه ومكان ألعب فيه، حد وصلني الكابتن محمد المعمور، بدأ معايا خطوة بخطوة، اتمرن معايا سنة، في الثانية، في الثالثة، حوالي 3 شهور. كان في مكان عندنا جمعية حماية البيئة تعرض عليهم فكرة إن في شباب يروحوا تمرين في مكان اسمه كفر الجبل في الجيزة، ملعب تبع حاجة اسمها رايت تو دريم. المكان هناك بيجيبوا مجموعة لعيبة
بيبتدوا ان هم يختبروهم يسفروهم بره يلعبوا كاس عالم لاطفال الشوارع. فبدات الفكره، فقبل ما نعمل اي حاجه بنيجي نشور الكابتن بتاعنا اللي لينا سنين معاه، هو طبعا مش هيكره لنا الخير يعني، فقال لنا خلاص روحوا جربوا. الحمد لله عملوا لنا الاختبارات واتقبلنا واختارونا احنا الثلاثه من ضمن العشره اللي هم هيسافروا بره مصر. الكابتن طبعا كان معانا، كان دايما بيتابعنا، قدرنا نجيب مركز ثالث الحمد لله يعني لمصر. طبعا احنا كلنا بنفتخر ان احنا جزء من اكاديميه نجوم المأمون. فخورة بيك. أنا اسمي بافلي باسم وعندي 14 سنة. تجربة عاملة ازاي مع كابتن مأمور؟ تجربة حلوة، طور مني جامد. تجربة السفر كانت عاملة ازاي؟ كويسة، ومع كابتن شاش وكابتن بودي. أنا مدحت وعندي 17 سنة. قول لي بقى ايه اخبارك مع كابتن مأمور؟ من بدايتنا احنا ككورة كنا بنيجي نتمرن هنا يعني. فخورة بيكوا وبنجاحكوا. اسمك ايه؟ يوسف محمد 18 سنة. بتلعب في الأكاديمية من بدري؟ بقالي 3 سنين. احنا مستريحين مع المديرين ومع كابتن مامور، ده اخويا الكبير وكابتن اللي معلمني الكورة. وهتجيلك فرصة بره عن الأكاديمية، لو خرجتوا أي مكان تاني عندكم انتماء لهنا تحب تكون فين؟ انا بحب الاهلي الصراحة. اسمك ايه؟ محمد مصطفى، كابتن 2009، وكابتن مأمور موديني نادي اسمنت حلوان، وبنزل اتدرب معاه بزود يعني. زود تدريبات صح؟ ايوه. تلعب ايه هنا؟ 10 نص ملعب. ايه رأيك في الكابتن مأمور؟ من ساعة لما انا جيت هنا الأكاديمية من أول تمرين وأنا مرتاح، عشان كده مكمل معاه. مين اللي أتاح لك الفرصة إنك تكون في النادي الجديد؟ كابتن محمد المأمور. من غير أي مقابل صح؟ لا طبعا. عبد الرحمن محمد 16 سنة. حكايتك مع المنتخب بقى هتحكي لنا ولا هتخبي علينا؟ خب عليك. طلعت من الأكاديمية ولا لأ من حتة تانية؟ من الأكاديمية بعد كده البتروجيت. عن طريق الأكاديمية صح؟ معانا حد من المنتخب منتخب مصر. دكتور. عبد المحسن أحمد السيد. سني 17 سنة. تلعب من امتى في الأكاديمية؟ من حوالي سنة سنتين. التمرين هنا بيبقى عامل ازاي؟ لازم يقسى الواحد في التمرين عشان يطلع لاعب قوي، والتمرين طبعا جميل، الواحد بيستنى التمرين والمطوشة بتاعت المأمور بصراحة. نفسك تلعب فين غير الأكاديمية؟ علم لاعب يلعب للمنتخب طبعا. اسمك ايه وعندك كام سنة؟ محمد سامي خميس، عندي 17 سنة. بتلعب في الأكاديمية من كتير؟ حوالي 3 سنين. بتحب ايه أكتر حاجة هنا؟ الأكاديمية هنا الناس بتتعاون مع بعض زي الإخوات وبيحبوا بعض. نفسك تلعب في نادي ايه غير الأكاديمية؟ حلم أي لاعب مصري هنا نفسه يلعب في الأهلي طبعا. اسمك ايه؟ حاتم أحمد عندك كام سنة؟ 17. الحمد لله هنا الدنيا كلها ماشية كويسة. بالنسبة للتمرين بيبقى كويس جدا كل يوم. اللعيبة أخوة جوه الملعب وبره الملعب، ما فرقتش مسيحي أو مسلم. كابتن محمد مأمور أبونا وأخونا الكبير يعني وكابتننا. تحب تطلع فين لو مكان غير الأكاديمية؟ كل اللي يجيب ربنا كويس يعني. اسمك ايه؟ عبد الرحمن جمال. عندك كام سنة؟ 15. بتحب الأكاديمية وكابتن مأمور؟ طبعا مشيت فيها بدأت من قد ايه فيها؟ من 3 سنين. موقعك فين؟ نص ملعب 8. أنا شايفة إنكم كلكم بتحبوا بعض وبتساعدوا بعض. كابتن محمد المأمور أسسنا إن إحنا نحب بعض، دايما التعاون هو اللي هيخلينا نبقى حاجة في قدام. نفسك تلعب فين لما تكبر؟ الأهلي. نفسك تكون مين لما تكبر؟ زي مين مش مين؟ زي إمام. اسمك ايه؟ علي محمد عبد الباقي. عندك كام سنة؟ 13. بتلعب في الأكاديمية من كتير؟ من 5 شهور. بتحب الأكاديمية ولا تمارين صعبة؟ لا التمارين أيوة صعبة بس المأمور بيشد علينا عشان نبقى أقوياء في الملعب. موقعك في الملعب ايه؟ خط وسط. اسمك ايه؟ أدهم محمد سمير. عندك كام سنة؟ 14 سنة. بتلعب هنا من كتير ولا لسه جديد؟ 5 شهور. تقف فين في الملعب؟ خط وسط. نفسك تبقى ايه؟ زي عبد الله السعيد. اسمك ايه؟ اسمي سيد محمد شعبان. عندك كام سنة؟ 13. بتلعب في الأكاديمية من كتير؟ من سنة. موقعك في الملعب ده؟ حارس مرمى؟ اسمي زين. بتعمل ايه هنا؟ بلعب كورة عند كابتن المأمور. وايه رأيك في كابتن المأمور؟ الكابتن المأمور بحبه جدا، مش عايز امشي من عنده تاني، هو بيحبني. نفسك تبقى زي مين من لعيبة الكورة لما تكبر؟ بحب كابتن المأمور. اسمك ايه؟ أنس. تعمل ايه هنا؟ بلعب كورة عند كابتن مأمور. نفسك تبقى ايه لما تكبر؟ زي كابتن مأمور. ايه يا جماعة على كابتن مأمور. اسمك ايه؟ يوسف عمر. نفسك تبقى ايه لما تكبر؟ كريستيان. تتدرب هنا حلو بقى عشان تبقى كريستيانو؟ الحمد لله. قول لي اسمك. كريم. نفسك تبقى زي مين؟ زي كابتن مأمور. التمرين هنا حلو ولا في حد بيضايقك؟ قولي بصراحة. بصراحة بصراحة بحبه كابتن مأمور قوي. اسمك؟ محمد سيد. ونفسك تبقى زي مين؟ مو عاشور. أهلاوي ولا زملكاوي؟ بسرعة أهلاوي. بسرعة. اسمك ايه؟ اسمي محمد أحمد. مين أكتر حد بتحبه؟ محمد المأمور. في حاجة بتضايقك في التمرين؟ النادي كله حلو. حد مضايقك؟ لا خالص. اسمك ايه؟ مصطفى. تحب مين أكتر حد هنا؟ بحب كابتن مأمور. وانت نفسك لما تكبر تبقى ايه؟ مش زي محمد صلاح. محمد صلاح؟ لازم نتمرن حلو عشان نبقى محمد صلاح ونسمع كلام الكابتن طبعا.
اسمك؟ مصطفى التوأم. بتعمل ايه في الأكاديمية؟ كنت في الأكاديمية من بداية التأسيس بتاعها، كنت بقى في جون وكان ليا أخ توأم برضه معايا في الفريق. حصل لنا ظروف وكده وسيبنا الأكاديمية. بعد كده اتجهت لموضوع التصوير. كابتن محمد مأمور قال لي أنا عايزك تصور لي مثلا اللعيبة وهي بتتدرب. حبيت الموضوع ده، حبيت مثلا إن أنا أطور من حاجة زي كده وحاجة أنا كنت موجود فيها من الأول. ليه مثلا الأندية الكبيرة مثلا معاها ناس بتاعت فيديو وناس بتاعت تصوير واحنا مثلا مش معانا حاجة زي كده؟ لا احنا معانا إمكانيات. في ناس كتيرة وأكاديميات كتيرة كلمتني لما شافت الشغل مع المأمور، قلت لا انا شغال محتوى ثابت مع واحد بس، لا انا ثابت في مجالي لان انا حابب المكان دوت وحابب الكابتن محمد المأمور. عندك انتماء رهيب. اسمك ايه؟ ماريو زازا. انا بقالي كتير بتمرن مع كابتن مأمور وحاليا كابتن 2007. كابتن محمد المأمور وداني نادي منشية البكري، حصل لي اصابه فما قدرتش اكمل في الكوره. كابتن مأمور لما قال لي اللي انت هتمسك مواليد 2007 معايا وتساعدني، ما اقدرش اقصر معاه طبعا لان هو خيره عليا بصراحه. اول ما بدايه الكوره جيت هنا اتعلمت كل حاجه. بيقول عنك من الناس الأوفياء جدا. الكلمة بقى الكابتن محمد مأمور. اخويا الكبير بعيد عن الملاعب بس بيجمعنا بره، بنخرج مع بعض، بالذات بقى لو في حد عيد ميلاده بيعملوا ممر شرفي وبيعملوا عيد ميلاد هنا وبنحتفلوا مع بعض هنا، بنروح عنده البيت وبنعمل عيد ميلاد وبنخرج وبنقعد مع بعض كتير. هنا الروح بتتحط قبل المهارة، والانضباط قبل النتيجة، والإصرار هو اللي بيكمل المشوار للآخر. النهاردة تدريب عادي، لكن مع الوقت كل لحظة هنا بتبني لاعب مختلف، لاعب عارف يعني ايه مسؤولية ويعني ايه يبقى عنده طموح وما يوقفش. بتفضل أكاديمية نجوم المأمور مش مجرد مكان، دي بداية حكاية لكل حد حابب الكورة بجد وحلم نفسه يوصل بيه لبعيد.